السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيتكم بوصفة رمضانية نديروها بزاف في الشرق، اللي هي الجري الحرش اللي تجي صوص بيضة بلي بول تاع الفيونداشي واللحم. انا اليوم درتها لكم غير بلي بول تاع الدجاج مع شوية فيرميسال بطريقة تجي ولا اروع، خاثرة وبنينة. لأول مرة تزور قناتي تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلها كل جديد، ومشاهدة ممتعة. لهذا الوصفة راح نحتاجو القطع من اللحم. هو من المستحسن تخدموها بالغنمي، اذا ما عندكمش ديروا بتاع العجل ولا حتى بالدجاج عادي. اول حاجه راح نحط ملعقه كبيره من المرغرين ولا الزبده، نضيف لها ملعقه من الزيت، نحط عليها اما بصله متوسطه ولا نصف حبه بصل كبيره مع 3 سنات ثوم نكون ربيتهم، قطه تاع معدنوس نربطها باش ما تحليش في لاصوص. وراح نحط هذوك القطع تاع اللحم، انا قصيتهم هكا مرصوات صغار. بغيتو تحطوا هكا فرد طرف كبير ولا كيما قلت لكم عجل ولا دجاج. راح نحط ملعقه من الكزبر اللي هو تابل اساسي، شويه من الفلفل الكحل، وتقدروا ديروا يعني في صوص البيض فلفل الابيض عادي. وراح نحط لها شويه من راس الحانوت. راح نخلط هذه المكونات ونحطهم على النار. لهنا ما نضيفش الماء، دوك تخرج هذاك اللحم والبصله راح يخرجوا الماء تاعهم. هذاك هو اللي حيتقلى فيه هذا اللحم. ما تنساوش الملح، ونقليها على نار خفيفه به الماء اللي يخرجوا اللحم مع البصل ما ينشفش في الفم. يعني اذا كان قويتوا له النار هذاك الماء راح كل دقيقه راح ينشف، تقعدوا تزيدوا في الماء حتى تجي لاصوص تاعكم في الاخير صامته. نخليه يتقلى في هذاك الماء مع هذيك المارغرين، ومره على مره نحركو به هذاك اللحم يدي كامل البنه تاع هذوك لي زيبيس. قليوها مليح من نص ساعه حتى 45 دقيقه، وعلى حساب الحجم تاع اللحم. اذا كان لي مورسو تاع اللحم تاعكم كبار راح تدي وقت اكبر في التقليه. كي نشوف اللحم تاعي يعني دخلوا الطياب راح نمرقها. شوفوا لهنا كيف تقلات. دوك راح نمرقها بماء سخون، ما نكثرش بزاف الماء ديما على ثاني على حسب كميه تاع اللحم تاعكم. اذا كان صبتوا يعني بكميه قليله تاع اللحم ومن بعد تمرقوا بكميه كبيره تاع الماء راح تجيكم لاصوص تاعكم الماكله تاعكم صامته. انا حطيت هذه الكميه اللي راح تكفي لي اللحم هذا واللي بول اللي راح نخدمهم بعدا. دوك راح نخدم لي بولات، هي نورمالمون تخدم بلو فيونداشي كيما قلت لكم، مي حتى بالصدر تاع الدجاج تجي بزاف مليحه، سورتو الا كان صبتوها باللحم الاحمر. راح نحط كميه تاع صدر الدجاج ونحط عليها ملعقه تاع لا شابلور، يعني لا شابلور راح تمد لها طراوه. اذا ما عندكمش مش مشكل، نحط لها مام باربع تاع بصله. انا اللي بقات لي كي ربيت هذيك الحبه اللي نصبت بها زدتها شويه سنه تاع ثوم، شويه توابل، وشويه من المعدنوس، وحوالي نصف ملعقه من المارغرين، وملعقه صغيره من الخل. ما تكثروش باش ما يجيش الخليط تاعكم جاري. راح نرحيهم، نضيف ثاني الملح، نرحيهم جيدا، ومن بعد راح نشكلهم كريات. نمسح يديا بشويه زيت ونبدا نشكل فيهم هكا كريات، نحطهم يرتاحوا شويه في الثلاجه باش يحافظوا على الشكل تاعهم كي نقليهم. لازم تقليوهم كي عاد ديجا فيهم كميه قليله من البصل والثوم. اذا كان حطيتوهم ديراكتومون في لاصوص راح تخرج هذيك الريحه. ما تحمروهمش طول، يعني جيست يحكموا رواحهم ويديو لون خفيف. البصله ثاني ما تكثروش، ديروا ما بربع بصله كما تقدروا تستغناو عليها. هذا هو اللون اللي تحصلت عليه. لهنا بعد ما طاب لي اللحم تاعي يعني حليت عليه لا كوكوط. دوك واش راح ندير، راح نصفيه. شوفوا كيف راهو طايب زبده. راح نحي اللحم ونصفي هذيك لاصوص. لهنا حطيت اللحم، حطيت عليه ليبولات، وراح نرجع فيهم هذيك لاصوص بعد ما صفيتها. بعد ما نرجعها راح نخليها تبدا تغلي. لهنا راهي سخونه حتى تبدا تغلي، ونلوح الفرميسال. الفرميسال ما تلوحوش بزاف، يعني الدويده ما تحطوش بزاف، جيست زوج كمشات خلاص كيما تعرفوا تتنفخ فم.
اذا كان لحدو شوي بزاف المرقه تاعكم راح تشيح، يعني وكل واحد على حساب الكو تاعو كيفاه يشتيها. وتخليوها طيب شويه، من بعد تطفيو عليها وتخليوها. من بعد ما تحلو راح تلقاو هذيك الفرميسال كامل تنفخت ولاصوص تاعكم خثارت. لاصوص ديجا راهي خاطره قاعد ما كثرناش كما راكم تشوفوا. لهنا راني مازال ما طفيت لهاش. بعد ما طفيت لها وخليتها ارتاحت شويه، شوفوا كيفاه جات ثقيله خاثره وجات في البنه ولا اروع. كانت هذه وصفتي لنهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه وديروها وتجربوها خاصه المبتدئات وتنجحوا فيها. الى اللقاء في وصفات مقبله من وصفات ام اريج.